انتوا عارفين الارض اللي مبني عليها خان الخليلي كانت ايه قبل كده؟ كانت مقابر الفاطميين. يعني خان الخليلي المكان الجميل ده تحتيه اموات دلوقتي؟ لا، المقريزي قال في خططه ان المكان ده كان اسمه تربة الزعفران اللي بناه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي علشان يدفن فيه آبائه من الفاطميين والفاطميين كمان اللي هيموتوا بعده. بس طبعا بعد انهيار دولتهم المقابر دي تم اهمالها وبقت خرابة. من 600 سنة تحديدا في عصر المماليك جه امير اسمه جهركس الخليلي، وده نسبة لمدينة الخليل في فلسطين، وهو كان المسؤول عن اسطبلات الخيل في قصر السلطان برقوق. وهو كان معروف عنه حاجتين، الحاجة الأولانية كرهه الشديد للفاطميين لأنهم شيعة، والحاجة التانية إن هو كان بيحب التجارة جدا وكان نفسه إن هو يعمل سوق تجاري ضخم يبقى على اسمه. قعد يدور على مكان مناسب لحد ما لقى المكان ده، أرض كبيرة وواسعة وفاضية ومهملة وخرابة وفي السنتر، يعني كل الناس هتعرف إنها تجيها بسهولة، بس فيها مشكلة واحدة إنها مقابر الفاطميين. هو صحيح كان ضد أفكارهم، بس برضه نبش القبور ده مش حاجة سهلة. فراح لصاحبه الشيخ شمس الدين محمد، وكان ماسك نيابة القضاة في مصر الفترة، وكان كمان شغال في لجنة الفتوى، واللي أفتاله إنه يجوز نبش القبور طالما إن هيحصل مشروع تجاري ضخم يحقق منفعة عامة للناس الأحياء. وفعلا الخليلي قام جايب ناس وفتحت القبور دي وأخدوا رفات الفاطميين وودوها لمكان خارج أسوار القاهرة، وبنى خان الخليلي سنة 1382. خان يعني سوق، والخليلي نسبة لاسمه. والمقريزي قال إنه كسب من الخان ده مكاسب كبيرة جدا، لكن المقريزي قال إن نهاية جهركس كانت نهاية مأساوية جدا. في مرة السلطان برقوق طلب من جهركس الخليلي إنه يروح الشام في معركة يحارب فيها بعض المتمردين على حكم المماليك، لكن جهركس اتعرض للخيانة في المعركة دي فانهزم واتقتل، واترمت جثته في الصحراء نبشتها الحيوانات الضالة. الغريب بقى في الموضوع إن جهركس الخليلي كان عامل ليه كذا قبر بين الشام ومصر، لكن شوف بقى مشيئة ربنا إن هو يموت في الصحراء لوحده ومحدش يعرف له قبر.